السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اخواني حياكم الله. اخواني اذا يعجبكم هذا الفيديو حط اشتراك وفعل الجرس. اخواني اذا عجبك هذا الفيديو حط لايك. حياكم الله. اخواني حبينا ننوه على مسألتين هامات جدا، مربين الطيور والمبتدئين بهذا المجال، مجال فروج يعني فروج التسمين. اخواني المسألة الأولى وهي الهامة جدا هي مسألة الهواء البارد، التيار الهواء البارد اللي يدخل على مدجنتك. لازم انت تسكر مداخل الهواء اللي تدخل على المدجنة تكون بارد. لازم تفتح بعكس الهواء بحيث انه تبدل الهواء اللي داخل المدجنة من غير ما يتعرض الطير للهواء المباشر البارد. طبعا اخواني تجديد الهواء لازم بالمدجنة. طبعا انت تدخل المدجنة اذا الجو ناسبك كالرائحة او الرطوبة، هين تفتح الشبابيك اللي بعكس الهواء، واذا ما كان في هواء عادي يفتح الشبابيك كلها. هاي المسألة هامة جدا اخواني للمربين، اهم شيء. اخواني المسألة الثانية هي المي. اخواني اكثر المداجن يعني تسويها بلوك او باطون موجودة على ظهر المدجنة. صحيح هذا العمل صحيح انه الخزان الحديد يكسب حرارة للمي، ترتفع درجة الحرارة والطير هين يتسبب له مشاكل معوية ومشاكل تنفسية. فاخواني لازم انت تختار المكان للمي اللي تحط مي بحيث ما يتعرض للشمس، او اذا حطيته على الشمس يكون خزان حديد تلفه بشوايل او قماش او اشي ما يتعرض للشمس مباشر. اخواني مسألتين لازم صاحبين المداجن والمبتدئين بتربية الفروج لازم يهتموا بهن. وجزاكم الله خير. احنا راح ان شاء الله نقدم النصيحة المفيدة لكل المربين، واي اخي يسألنا على التعليقات احنا مباشر راح نرد عليه ان شاء الله بكل صدر رحب. اخواني اكثر من المتابعين يسألوني مشان موضوع المدجنة هاي. طبعا انا صورت فيديوهات واكثر الشباب قالوا لي اخر الفوج بس تبيع، شوف لنا شو مربحك وتنصحنا ما تنصحنا. وان شاء الله احنا اخواني راح ننصح النصيحة المفيدة للناس والصحيحة ان شاء الله، لا نزود ولا ننقص باذن الله. فاني ان شاء الله المصداقية بهاي القناة، ولكن نعتب عليكم انه اللايكات يا اخواني، اللايكات ما عم تدعمونا بلايكات واشتراك اخواني، تعليقات. وحياكم الله، واخوكم ابو عمر بخدمتكم ان شاء الله، وحياكم الله.